الجواز هو علاقة عداوة ما بين اتنين. لو انتم مش فاهمين احتياجات بعض بيصبح الجواز عداوة، بيبقى انك تطلبي منه طلب انت بتعاديه، وهو لو بيطلب منك طلب انتوا الاتنين اعداء. ربنا قال وليس الذكر كالأنثى، احنا الاتنين مختلفين. فلو انتوا الاتنين مش فاهمين ازاي تتعاملوا مع بعض، علاقة الجواز هتبقى خراب عليكم انتوا الاتنين، وهتحسوا ان انتوا الاتنين اعداء. انت منتظر ان هو يخش من البيت عشان اتخانق معاه، وانا رايح البيت عشان اتخانق معاها. التعامل اللي مش كويس هيجيب خناقات، الخناقات هتجيب مشاكل، والمشاكل هتخلينا نتلفظ بألفاظ مش كويسة، وممكن توصل للأب والأم كمان. ولو وصلت للأب والأم الألفاظ هنمد ايدينا على بعض، وهنا تبقى اتكتبت شهادة الوفاة بتاعت العلاقة دي، عشان كانوا في الأول مش فاهمين بعض. فلازم قبل ما تدخل أي علاقة ما بينك وما بين أي شخص في الدنيا، لازم تعرف احتياجات الراجل إيه، وانت تعرف احتياجات المرأة ايه، وتتعامل معاها ازاي. ولو حصل ما بيني وما بينها مشكلة هنتعامل معاها ازاي. هي دي العلاقات اللي بتستمر. لازم يحصل طبعا خناقات ومشاكل، بس اعرف ازاي اتعامل مع المشكلة والخناقة. ما يحصلش اللي احنا بنشوفه ده، وتلاقي الاتنين اعداء في بيت واحد، اللي تلاقيهم متشوهين، وده ضربني وده كسر لي ضلوعي وعورني في وشي، والحاجات اللي احنا بنشوفها دي. فبلاش تدخل العلاقات اللي من النوع ده، ونحترم بعض يا جماعة، لأن الاحترام هو أساس كل شيء والله في العلاقات.